أكيد حصلت معاك قبل كده إنك قابلت شخص وقُلت لنفسك هو اسمه إيه؟ شكله مش غريب عليَّ خالص، بس اسمه طار من دماغي. زريبيو. طب ليه؟ هي دي مشكلة في الذاكرة بتاعتنا والّا دماغنا عندها أولويات تانية؟ لو بتنسى الأسامي أحب أقول لك إن أنت في المكان الصح، يالّا بينا. معلش رُحت أجيب كوباية القهوة. طب ليه بننسى الأسامي تحديدًا؟ الموضوع ليه تفسير علمي. العلماء قالوا إن دماغنا بتتعامل مع الأسامي بشكل مختلف عن أي معلومة تانية، والذاكرة عندنا بتتقسم لنوعين، ذاكرة طويلة المدى وذاكرة قصيرة المدى. أول نوع الذاكرة طويلة المدى، ودي بنخزن فيها المعلومات المهمة جدًا، زي الأحداث اللي بتحصل في حياتنا أو الحاجات المستمرة. بتحصل كتير كتير. نخلص القهوة بقى، نشيل القهوة على الجنب. وفي الذاكرة قصيرة المدى، ودي اللي بتتعامل في التفاصيل السريعة، زي اسم حد شفته مرة في الشغل أو في حفلة، أو حتى اسم الكاشير وأنت رايح تجيب سندوتش فلافل. والأسامي بقى غالبا بتتقيد في الذاكرة قصيرة المدى، لأنها بالنسبة لدماغك مش مرتبطة بتفاصيل كتير. يعني إيه؟ يعني لو اسم الشخص مش مرتبط بموقف معين أو تفاصيل مهمة انت ممكن تنساها. طب خلينا نتكلم عملي. جربت قبل كده تتعرف على حد جديد وبعد دقيقة واحدة تنسى اسمه؟ ده لانك ما كنتش مركز وهو بيقول اسمه. في دراسات قالت ان احنا لما بنسمع اسم جديد بنكون مشغولين بحاجات تانية، زي شكل الشخص اللي قدامنا او لبسه او حاجات اللي حوالينا، او تلاقينا بنفكر هنقول له ايه بعد كده. لو عايز تتجنب بقى المواقف المحرجة دي تعمل ايه؟ اسمع يا سيدي، ركز اثناء التعارف. لما تسمع اسم جديد حاول تكرره، تعيده بصوت عالي. اهلا يا استاذ محمد، اهلا 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 اهلا، ازيك. اربط الاسم بحاجة خارجية، يعني مثلا لو قابلت واحد اسمه شريف اربط الاسم بحاجة في دماغك، يعني مثلا شريف اللي بيحب الرياضة. اعتبر نفسك بتسجله على الموبايل وبتكتب له نوت صغير كده. استخدم الاسم بشكل متكرر في الكلام، حاول تستخدم اسم الشخص ده وانت بتتكلم. ازيك يا استاذ محمد، شفت كوكب المريخ يا استاذ محمد، ايه رأيك فيه يا استاذ محمد، يا رب يكون عجبك يا استاذ محمد. ايه كوكب المريخ ده؟ صدقني الطريقة دي هتفرق معاك كتير، بس هي الفكرة عايزة استمرارية، ولو اتعودت عليها هتلاقي نفسك بتعملها على طول. في الأول هتلاقي نفسك بتفكر فيها، بس بعد كده هتعملها على طول. وأهم حاجة لازم تعرف إنك طبيعي، لأن في زيك كتير والموضوع ده عادي جدا. الأهم إنك ما تضغطش على نفسك وحاول تاخد الموضوع بدم خفيف. لو كنت شايف إن الفيديو ده مفيد ولطيف ليك ما تنساش تعمل لنا اشتراك، دوس لايك، وطبعا مش هنسى اسمك عشان أنت أحسن متابع عندنا.